أهلا بيكم في حلقة جديدة وكتاب جديد. بتصحى الصبح وجيبك بيتملي ب24 ساعة سحرية من الوقت اللي بيعتبر مادة أولية على مدار حياتك. وقتك ملكك لوحدك، أغلى حاجة عندك، سلعة مميزة جدا بتنزل عليك بطريقة فريدة على قد قيمة السلعة نفسها، بجانب ان مفيش حد يقدر ياخده منك وغير قابل للاختراق، ومفيش حد بأي حال من الأحوال بياخد أكتر أو أقل من اللي انت بتاخده من وقت. في عالم الوقت مفيش طبقة غنية بتتميز بثروة كبيرة من الوقت، ده حتى الشخص العبقري مش بيتكافئ بساعة إضافية في اليوم، لكنك تقدر تضيع أكبر قدر ممكن من ثروة الوقت اللي ملهاش نهاية من غير ما تاخد أي نوع من أنواع العقاب. نصيبك من الوقت مش بينتهي ومش بيخلص أبدا، وما تقدرش تقترض وقت من المستقبل، ومستحيل حتى تتعرض لديون. اللحظة اللي فاتت بس هي اللي ضاعت، لكن بكرة لسه قدامك محفوظ ليك، والساعة اللي جاية محفوظة علشانك. علشان كده لازم تعيش 24 ساعة يوميا، من خلالها هتحصل على الصحة والمتعة والمال والسعادة والاحترام وتطور وشحن روحك. استخدام الوقت الاستخدام الصحيح والأمثل هو أمر مهم جدا، علشان كل حاجة بتعتمد عليه، حتى السعادة، الجايزة صعبة المنال اللي كلنا بنتمسك بيها. فالحاجة اللي مخلياك حاسس بعدم الرضا عن نفسك انك كل يوم بتسيب المهمة اللي عليك ما بتكملهاش، وبتبقى عايز تخلصها لما يكون عندك وقت كتير. وفي الحقيقة انت مش هتاخد وقت اكتر بأي حال من الأحوال، وده بيرجع لانك فعلا عندك كل الوقت. انت دلوقتي مستنيني اقولك على السر اللي هيخليك تقرب من النموذج المثالي لترتيبات الحياة على مدار اليوم، علشان تقدر من خلاله تتخلص من خيبات الامل اليومية المزعجة. لكن السر ده مش موجود، ومتوقعش ابدا اننا نلاقيه في يوم من الايام. ممكن تكون قلت بينك وبين نفسك اني هديلك طريقة سهلة غير مرهقة تخليك تعمل اللي عايز تعمله من فترة طويلة، لكن بدون فايدة. علشان كده عايزة اقولك انه مفيش طريق سهل، الطريق فعلا صعب. اهم خطوة تمهيدية لمهمة ترتيب حياتك علشان تعيش بشكل مريح 24 ساعة بتوعك هي فهمك وإدراكك لصعوبة المهمة اللي بتقوم بيها، جنب التضحيات والجهد اللي بتتطلبه المهمة. فلازم يكون عندك إصرار وتأكيد شديد على النقطة دي. ما تتخيلش انك تقدر تحقق أهدافك بمجرد ما تخطط لها في جدول على ورقة، لكن لازم تكون مستعد لشوية الإحباطات وخيبات الأمل لما تحصل على نتيجة صغيرة مقابل جهدك الكبير. اشحن إرادتك قبل ما تعمل أي حاجة. مفيش طريقة سحرية تقولك تبدأ ازاي، لكن الحاجة المبهرة ان الوقت ما ينفعش انك تضيعه مقدما. السنة الجاية واليوم اللي جاي والساعة اللي جاية جاهزين علشانك. تقدر تفتح صفحة جديدة كل ساعة لو عايز، على الرغم ان مفيش مبرر انك تستنى الاسبوع اللي جاي او بكرة علشان تبدأ، لكن احذر من حماس البدايات، وبلاش تبذل جهد كبير في البداية. خليك راضي بالقليل واسمح لنفسك تقع في الأخطاء، علشان هي دي الطبيعة البشرية. الناس بتقول ان الواحد ما يقدرش يتحكم في اللي بيدور في ذهنه، لكن انا بشوف العكس. السيطرة على طريقة التفكير ده حاجة ممكنة بدون شك. وبما ان مفيش حاجة بتحصل لنا خارج عقولنا، لان مفيش حاجة بتسبب لنا الأذى او بتدينا متعة الا من داخل عقولنا، فالقدرة على السيطرة على كل اللي بيحصل جوه العقل الغامض ده تعتبر مهمة قوي. الناس بتشتكي من نقص الطاقة اللي بتمكنهم من التركيز، وغافلين تماما حقيقة انهم يقدروا يكتسبوها لو اختاروا ده. لو ما سيطرتش على عقلك حياتك الحقيقية هتبقى مستحيلة. السيطرة والتحكم في عقلك هو العنصر الاول لوجودك الكامل. فاول حاجة تعملها في يومك هو انك تحط عقلك على الخطى والمسار الصحيح. انت بتهتم بصحتك وبتدي اهتمام كبير لمظهرك الخارجي، فليه ما تكرسش شوية من الاهتمام ده للجزء الرقيق اللي اسمه عقلك، خاصة انك مش محتاج لمساعدة خارجية علشان تهتم بيه. استمر في المحاولة، تماسك وهتنجح، وبأي حال من الأحوال مش هتفشل لو استمريت في المحاولة. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن ازاي تعيش كل ساعة في يومك وما نجيبش سيرة القراية. طبعا انا هنا بستبعد الروايات من القراية الجادة. بنشوف ناس كتير بتفضل تقرأ لكن مش بيحصلوا غير على قدر قليل قوي من الاستفادة، وبيقروا بسرعة هايلة ويجوا يقولولك على الكمية الكبيرة اللي قروها في السنة. لكن لو مديتش لنفسك وقت كافي تفكر في اللي قريته، فانت كأنك ضيعت وقت القراية كله بدون فايدة. ممكن تحس انك ماشي بخطوات بطيئة،
لكن ما تهتمش، انسى الهدف وركز على الفايدة، وبعد فترة وفي وقت غير متوقع هتلاقي نفسك بتجني ثمار اللي قريته. في نهاية الكتاب مخاطر يجب عليك ان انت تتجنبها. الخطر الاول هو انك تتحول لانسان اكتر بغضا واقل دعما للناس، اللي بنقول عليه الشخص المنافق. الخطر التاني انك تبقى مقيد ببرنامج محدد فتشبه العبد. ما ينفعش تسمح لبرنامجك الشخصي انه يحدد مسيرة حياتك، على الرغم انك لازم تحترمه، لكن ما ينفعش يكون مقدس بالنسبة لك. فلازم تعيش بمرونة كافية علشان تقدر توازن بين برنامجك وحياتك. الخطر الثالث هو اعتمادك على السرعة والتعجل، وتبقى مهووس تدريجيا باللي المفروض تعمله في جدولك. بالطريقة دي هتحس انك في سجن وان حياتك ما بقتش ملكك. اما الخطر الرابع والاخير هو انك ممكن ما تنجحش في بداية المشروع. لازم أأكد لك ان الفشل في البداية ممكن يقتل بسهولة كل المحاولات، فلازم تتخذ كل الاحتياطات اللازمة علشان تتجنب ده. ما تبدأش بداية مرهقة، خلي خطواتك الأولى بطيئة نوعا ما لكن منتظمة بقدر الإمكان. ولما تقرر تنفذ مهمة معينة لازم تحققها مهما كلفك الأمر. الثقة بالنفس اللي بتكتسبها نتيجة لنجاحك في استكمال العمل المتعب لا تقدر بثمن. فكده أبقى قلتلك طريقة المعيشة اللي يستحق يعيشها كل إنسان، وده بالاستفادة من ساعات يومه كاملة من غير ما يمشي زي الترس في آلة العمل والمجتمع بشكل عام. في النهاية بتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم الأسبوع اللي جاي. باي باي.